السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض لسان العصفور بالكبدة دوت حلو جدا، وكبدة مشوية كده. الأكلة ديت المصروية بيحبوها قوي ومشهورة جدا جدا عندهم. حاجة كده تحفة، طعمها حلو جدا. وسلطة الكبدة ديت اللي هي لسان العصفور ديت، بصوا جميلة جميلة جدا جدا يعني. بصوا طعمها حلو قوي ولونها حلو وسواها كمان حلو. وبتبقى تقيلة كده، ما بتبقاش خفيفة زي لسان العصفور، لأ. بتعمل كده بالصلصة وبالطماطم بتطلع معاكي خرافة. والكبدة المشوية بصوا لونها عامل ازاي، وسواها كمان تحفة. ومش محروقة بقى كده ولا ناشفة ولا حاجة، لأ دي سواها حلوة قوي وطعمها كمان كان حلو جدا وتتبيلتها كانت فظيعة. تعالوا نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة ونبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا. معانا هنا الكبدة الشرايح اهيت، حطيتها في بولة كده زي ما انتم شايفين. هاخد كده شريحتين من دولت كده، احطهم كده على جنب. تمام. ونجهز معانا التتبيلة بتاعة الكبدة. بسم الله. معايا هنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا ومكعب مرقة ومعلقة توم فريش وورق لوري. تمام كده. ده كده البهارات اللي احنا هنحطها عليها. ده قرن فلفل احمر على قرن فلفل اخضر، على معلقتين خل، على فصين توم وشوية ملح وكمون. تضربيهم كده ضربة في الكبة وتحطيهم. صوص الباربيكيو ده يعني بصوا اختياري، يعني عندي لو متوفر عندك حطي، مش موجود ما تحطيش. هي بصوا معلقة صغيرة كده حطها عليها، بتفرق في الطعم. ومعلقة خل كده. تمام. وعصرة نص ليمونة او ليمونة حسب ما انتي عايزة تحطي بقى، عشان انا حاطة خل في الدقة وحاطة خل على الكبدة كده على طول، وكمان الليمون فهيفرق معانا. الخل والليمون بصوا بيضيعوا ريحة الزفرة ايا كانت، وبيخلوا تتبيلتك حلوة جدا جدا وطعمها كمان حلو. كده معانا هي الخلطة كده ظبطناها كده وقلبناها في الكبدة. هنسيبها كده على جنب. وناخد الكبدة ديت نقطعها كده تقطيعها صغيرة كده، اللي هو يعني تقطيعة صغننة. اللي انت هعملها بقى هتشوفوها معايا دلوقتي الطريقة، بس انا هقطعها اللي هي التقطيعة بيقولوا عليها عصافيري. تقطيعة صغننة خالص، بحيث ان هي يعني تبان معانا بقى، يعني هما قطعتين، فعشان تبان كده في لسان العصفور فبقطع حتت صغيرة بتبقى متوزعة فيه كلها. هنقطع كده ونشوف مع بعض. كده قطعت اهوت. بصوا هقطعها كده، ممكن تقطعي الحتة ديت على اتنين كمان، يعني هي كده ممكن تقطعيها كمان على اتنين. تمام. هقطع كده الكمية كده اهي. بصوا ممكن تقطعيها كده برضو تقطيعة صغننة كده زي ما انتوا شايفين كده، حسب بقى الحاجة اللي انت يعني التقطيع اللي انت حباها. كده كملت التقطيع زي ما انتوا شايفين هما طلعوا معايا دولت. هنحط بصلاية كده على البوتاجاز كده في الطاسة. بصلاية صغننة يعني متوسطة صغيرة حسب انت بتحبي كمية البصل، وحط عليها شوية من الزيت واديها كده تحميرة معانا. يعني هشوحها كده لحد ما تاخد معانا لون بسيط. ممكن تدبليها، مش لازم يعني تبقى متحمرة كده، يعني حسب برضو ما انت عاوزة. تمام. هنا معايا شوية لسان عصفور عليهم شوية زيت، هحطهم كده على النار عشان احمرهم. تمام. ومعايا الكبدة عصرت عليها نص ليمونة. تمام. ونزلت بيها كده على البصلة بتاعتي. هديها بقى تشويحة كده مع البصلة، تغير لونها كده وتتظبط معانا. وننزل بقى بالصلصة بالطماطم اللي انت ضربتها في الخلاط اللي عندك حطيه. اهم حاجة تسبكيها كويس عشان تطلع معاكي لونها حلو وقوامها حلو. بصوا احط كده معلقة ملح كده صغيرة، ومعلقة فلفل اسود برضو صغيرة، مع نص معلقة كمون. بصوا البهارات برضو يعني ممكن تحطي ملح وفلفل بس تستكفي بيهم، ونص معلقة من البابريكا. تمام. هنقلب بقى كده بالشكل دوت. وخلاص هي خلطت كده الصدمة معانا واتظبطت اهو زي ما انتوا شايفينها كده. ممكن تسيبيها شوية على النار تاني، وممكن تنزلي بالصلصة. انا هنزل بالصلصة على طول دلوقتي اهو. اتحطيت كده حوالي 3 معالق صلصة كبار حلوين يعني. وهسيبها برضو تتسبك كده، يعني هي فيها كده الصلصة كده تتسبك كده على النار.
ونشوف برضو هنعمل ايه تاني مع بعض. اهي بصوا دخلت كده على التسبيكة كده، ولسان العصفور برضو على النار معايا بحمره اهوت. بصوا اهوت بدأ ان هو ياخد لون كده. اول ما يحمر بقى كده ايه هنجيبه ونفضيه على الخلطة اللي احنا عملناها للكبدة بالطماطم كده بالبصلة اهيت. تمام، نقلبوها كده معاها بقى. بصوا تحفة، ريحتها بقى ما اقولكوش قلبت الدنيا من جمالها. ريحتها حلوة جدا جدا، وطريقة سهلة وحلوة جدا ومختلفة، ولادك هيموتوا فيها بجد، هيعشقوها. جربيها الطريقة ديت حلوة جدا. عندي شوربة، نزلت كده ايه بكبشتين من الشوربة كده، او 3 كبشات، المهم ايه تغطيها كده بالشوربة بتاعتك. ممكن تزوديها شوية كمان، لان هي هتتقل، لسان العصفور هيستوي وبيشرب مية وهيتقل. نقلته على عين التانية الصغيرة، وحطيت هنا الجريل، حطينه بدهنة كده بشوية معلقة من الزيت كده، وبالفرشة بدهنه كده بالشكل دوت. تمام. و... واحط بقى الكبده، ان احنا هي خلاص اتبلت، اخدت لها بتاع حوالي نص ساعه كده في التتبيله بتاعتها. هحطها كده وافردها بالشكل دوت. دهنه بس، بتديني دهنه في اول ما بتبداي على الجريل كده، وبعد كده هي بقى يعني خلاص ما بتدينيش زيت تاني، بس انت لو حابه اتهني براحتك يعني. خلاص خدت لون من الجنب دوت، وهتاخد لون من الجنب التاني. الكبده مبتاخدش وقت كتير على النار، علشان خاطر هي من الحاجات اللي بتحبش تنشف، يعني مش هتستفادي بفايدة اللي فيها، يعني فايدة الكبدة. لكن هتاخد كده ايه اللي من سوا من الجنبين كده، بتاخدش كتير على النار يعني. يعني بالكتير مثلا الشرايح دي عشان رفيعة تاخد لها دقيقتين ولا حاجة. تمام معايا، هي تبص شكلها عامل ازاي. اهي تحفة ومستوية وجميلة جدا جدا. هنا معايا بقى لسان العصفور كان خلاص استوى وتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا عايزاه كده، انا عايزاه تقيل كده، مش عايزاه خفيف. لو انت عايزاه خفيف زودي شويه شوربه او شويه ميه المتوفر عندك. تمام، هنخلص كده ونغرف مع بعض ونشوف. كملت شواني الكبده كلها ورصيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، واللسان العصفور. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوه ان شاء الله، وتطلع معاكم الكبده تحفه زي ما طلعت معانا، وريحتها كانت تجنن. ولسان العصفور بقطع الكبده برضو كان حلو جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم، اكتبوا لي في الكومنتات. استنوني في فيديو جديد، مع السلامه.